طبعا السوبر تشارج اكيد اسرع انتهي من هذا الموضوع، ولكن عطلات السوبر تشارج اكثر. هسه احنا بدنا نسولف بالعطلات، احنا بدنا نسولف على السياره. طبعا هاي موديل 2011 ماشيه تقريبا 102 الف ميل. البادي بحاله مقبوله، اكو شويه هنا شخط ولكن ما يخالف، ولكن خلينا نقول اكو هنا همين شخط ثاني، ولكن شيء على شيء نقول انه حاله البادي مال السياره الحمد لله والشكر اكثر من مقبوله، خلينا نقول بحاله جيده جدا. حتى الدعاميه الخلفيه ما بيها ضربات، ما بيها شخطات، يعني حاله البادي على سياره عمرها 13 14 سنه حاله ممتازه جدا. طبعا ما يحتاج اقول لكم مثل ما تشوفون انه الدبلات مالتها نازله، وهاي مشكله كلش منتشره بهذا الموديل مال هذني الرينج روفرات. يعني يا اما الدبل نفسه بتسريب مال هواء، يا اما البام اللي يضخ هواء بالدبل الهوائي واقف، واني شاك انه البام اللي يضخ هواء بالدبل الهوائي هو واقف. طبعا مشكله ثانيه كبيره هم ذني السيارات هي زنجير المحرك، دائما يحتاج يتبدل على هذا الممشى، ولكن ما مطلعه تشيك انجن السياره، فخلينا نقول بعد بيروح شويه. طبعا السياره عفتها مشتغله، طبيت للمعرض جوا طلعت لقيتها رافعه نفسها، فالحمد لله والشكر طلع السسبنشن ما بي شيء، والبامب شغال وامورها 100 بس يمكن لان السياره كان صار لها هوايه طابقه، فلهذا السبب كانت نازله بالشكل اللي شفتوه اول ما وصلت. يعني انتقل طبعا للداخل مال السياره، مثل ما تشوفون لون الكراسي جوزيه، بصراحه لون الكراسي فخامه بشكل مبالغ به، لان انا احب اللون الجوزي بالداخل. تشوفون شلون هيك يعني مسوي له ديزاين مال لونين كلش فخم. طبعا الرينج روفر الفوق الحلو بيها اجت انه العداد مالتها شاشه مثل ما تشوفون. السياره موديل 2011 سياره قديمه، ولكن العداد مالتها اجى شاشه ديجيتال، وهاي بصراحه من اوائل الشركات اللي بدت تتجه تسوي عدادات شاشه. طبعا الداخل مثل ما تشوفون صاج، لونه طبعا لون الداخل مثل ما تشوفون صاج، والصاج هذا همينه ينطي فخامه. هي بصراحه الرانج روفر سياره فخامه، ولكن يا حبيبي تريد فخامه ادفع، مثل ما نقول مو ادفع على سعر السياره. سعر السياره هذني رخيص، ادفع الصيانه، ادفع التصليح مالتها، ولكن مو هذا موضوعنا. احنا جايين نشوف موضوع السياره هاي شنو بالضبط. طبعا تحكم آلي بالستيرن مثل ما تشوفون، تدفئه بالستيرن، وتدفئه وتبريد بالكراسي. تشوفون هاي تدفئه وتبريد بالكراسي. هذا شكل السياره من الجهه الخلفيه، ولكن يعني والله مو مبالغه، بالفعل اللي حتشوفوه متاكد حيصدمكم مثل ما صدمني. مره اخرى شكل السياره من الداخل، وهذا اتوقع تقدر تتحكم به بالكرسي